انا محمد جودة وفي ريفيو جديد لبرنتر جديدة بالعربي. معانا النهارده برنتر من شركة إليجو، والحقيقة دي أول مرة نعمل ريفيو لبرنتر FDM من عندهم، وعشان هي برنتر تستاهل وعشان حضراتكم طلبتوها مننا في الكومنتات ونبقى وفينا بالوعد. وزي ما احنا عارفين إليجو متميزة في برنترز الريزن، لكن بعد فترة تجربة كبيرة دي يعتبر أفضل برنتر FDM ينزلوها. فبالتالي الريفيو ده بعد ما جبنا برنتر والتانية والتالتة وعصرناهم شغل عشان نطلع بالخلاصة دي. البرنتر دي أول ما نزلت عملت إثارة جدل، ده أول حاجة عشان نزل منها 3 باتشات أصلا، لكن كفروقات جوهرية هي يعتبر مش موجودة. يعني في زودنا ليد إضاءة، حطينا كاميرا، حاجات يعتبر مش جوهرية. ومعانا ومعاكم سنتوري كربون. أهم وأجمل ميزة في البرنتر دي إن هي كور إكس وواي وكمان مقفولة، ده يخلينا نطبع ASA و ABS بأريحية كبيرة، وده عن تجربة فعلا. ومن نظرة أولى أول ما تبص البرنتر إن أنت هتلاحظ إن هي معمولة كلها من المعدن، ودي كواليتي روعة في التصنيع ومخلية الوزن بتاعها تقيل جدا، والفريم كله معمول من الألمنيوم. أما التصميم فعامل ماتشنج ما بين الخطوط البيضاء ولون المكنة نفسها. أول حاجة من بره هتلاقي التصميم كله شارب، وحاطين كلمة سنتوري في كل حتة كأنها نازلة انتخابات بالظبط. من قدام هتلاقي مكان الفلاشة والشاشة وهنتكلم عنهم بعدين. هتلاحظ برضه ان الباب معمول من الازاز وهو دارك وعازل للحرارة، فعشان كده مش هتشوف البرطات اللي جوه وهي بتطبع كويس. ومن فوق هتلاقي برضه نفس نوع الازاز، ومن الجنب هتلاقي السبول هولدر اللي بتشيل البكرة. هو هتحسه ضعيف لانه بيتحرك، بس هو مادي الغرض. وطبعا دي حاجة كويسة ان هي تكون من الجنب مش من ورا، فتعرف توصل لها بسهولة وتبقى شايفها. والفيلمنت سنسور عشان لو الفيلمنت خلص مننا. نخش بقى جوه البرينتر. اول حاجة هنلاحظها وهي مساحة البيد 25 في 25 او 25 مكعب، يعني توصل لدرجة حرارة 110 درجة، وده مناسب بزيادة عشان تطبع الخامات اللي كنا قلنا عليها في الأول. والبي اي شيت بيكون دول سايد. واللي عجبني في البرينتر دي ان هي ديمقراطيه، عايز وش خشن موجود، عايز وش ناعم موجود، عايز تطبع عليها كده وتبوظ البيت برضه موجود. وقبل ما بنطبع بنحدد من الشاشه هنطبع على انهي جنب، الاي ولا البي. البيد هنا شايلها 3 ليد سكرو و3 لينير جايد، ولكن هو موتور واحد بس. السنتوري كربون فيها مكان للوايبر عشان تنظف النوزل فيها، وجزء للبوب شوت بيطرد منه الفيلمنت بعد التنظيف، وفيلمنت كاتر. ونصيحه هنا، تطبع البوكس ده اللي على شكل البرينتر هتلاقيه موجود في الفايلات اللي بتيجي مع البرينتر نفسها عشان تحط البوب فيه. لكن السؤال اللي بيجي في بالك، ليه كل ده موجود رغم ان هي سنجل كلر؟ بص، هم كانوا عايزين يعملوا وحده خارجيه عشان يخلي البرينتر دي مالتي كلر، لكن بعد ما الناس فضلت مستنيه كتير اعلنوا ان هم مش هينزلوا ليها وحده خارجيه، فبالتالي هتفضل زي ما هي سنجل كلر. ولو نتكلم بصراحه هي مش اول مره تعمل كده، لان من فتره حصل مشاكل كتير في سلسله النبتون، وكان كل شويه تلاقي حل او ابديت نازل جديد، وده النتيجه لان هم كانوا بينزلوا البرينترز من غير ما يعملوا عليها تيست كامل ليها او تاخد وقتها في التيست. يعني وعشان البرينتر كور اكس واي، فمحور اكس ومحور واي كل واحد شغال بموتور منفصل، ولكن هم متوصلين الاثنين بسير واحد بيربط ما بينهم كلهم بشكل ميكانيكي ممتاز. وفي ظهر البرينتر هتلاحظ ان في فان كبيره موجوده، ودي بتشتغل كفلتر واسمها اكزولري فان، وفيها نانو كريستال فلتر. ويلا بينا نروح للهيد. تصميمها حلوه جدا، ولوجو إلجو قاعد منور. الجميل ان الكفر من الماجنت بتشيله وتركبه بسهوله، واكيد في فان لتبريد الهوت اند نفسها عشان خاطر ما تعملش كلاج والكلام ده. وجوه القطعه الفنيه دي في دايركت اكسترودر بدول جير، والهوت اند بتوصل ل 320 درجه، اللي بتوصل ل 250 درجه في 30 ثانيه بس، عشان الهيتر 60 واط سيراميك، وسهله في الفك والتركيب، مجرد ما بتشيل مسمارين بس وتفك الكابلات. وفيها 2 فان من الجناب للتبريد، وهنا الفيلمنت كاتر عشان عاملين حساب المالتي كالر اللي كنا بنتكلم عليه، لكن هنشوفهم الموديل الجديد بتاعها بقى ان شاء الله. نيجي للسرعه. شايفك اللي قاعد ومستني نقول ان هي بطيئه، برينتر سريعه جدا والجوده ممتازه مع سرعتها. السرعه بتوصل ل 500 ملم بير سكند، واكسلريشن 20000. نيجي للشاشه 4.3 انش وكمان مالتي كالر، فالشاشه بقت مالتي كلر والبرنتر مش مالتي كلر. واليو اي او اليوزر انترفيس سهل وبسيط، ممكن نتحكم منه في كل حاجه، وكمان في الاكزيلري فان. نيجي للكاميرا. هنا نقطه الخلاف اللي مغرقه الدنيا، فمع كل الصرف اللي اتصرف الا ان الكاميرا مش احسن حاجه، اقل من الفلاش بتاع الموبايل، فده اللي مخليها ضعيفه. فلو ركبنا اضاءه هتحس بالفرق جدا. ومن الكاميرا هتقدر تصور التايم لابس، ولكن ده هتختاره من الشاشه قبل ما تطبع.
او تتابع الطباعه من اللابتوب او البي سي بتاعك، لان هي للاسف ما فيهاش موبايل ابلكيشن، مش عارفين ليه ده كمان. بس العيب ان هي ما فيهاش كلاود، عشان تسجل التايم لابس تضطر تنزله من البرينتر على الفلاشه، مش زي بامبو انت ممكن تلاقيه موجود على البي سي على طول. نيجي للفيرم وير، كعاده كل البرينترز السريعه شغاله بكليبر فيرم وير عشان نوصل لسرعه 500 او تسارع 20000. البرينتر بيكون فيها سعه تخزين داخليه 8 جيجا، بس العيب فيها ان بتحس ان الشاشه بتهنج وانت بتستخدمها ساعات، او بطيئه بس مش دايما، وكل شويه بينزل ابديت فابقى اعمله. والسلايسر بتاعها الجو سلايسر، ولكن خليك شغال على اورك، ولو عندك مشكله ابعت لنا ونبعت لك البروفايل او السلايسر اللي تشتغل عليه. النقطة المهمة هنا الكاليبريشن، فيها مميزات كتير ودقيقة لأن هي بتقدر تعمل اوتو ليفلنج، فايبريشن كومبنسيشن، وكمان الزد اوفست. بس استنى هنا، انت عشان تعمل شوية الحاجات دول هتاخد حوالي 15 دقيقة، وده وقت طويل جدا. نيجي لأهم فقرة في الفيديو وهي المميزات والعيوب. مميزات وعيوب السنتوري كاربون، سهلة جدا للمبتدئين في الاستخدام، برينتر مقفولة تطبع ABS و ASA باحترافية، وجودة طباعة ممتازة مقارنة بفئاتها، وأخيرا السعر بتاعها اقتصادي جدا. الملاحظات عليها الإضاءة الداخلية ضعيفة جدا فبتصعب الرؤية عليك، والبرينتر صوتها عالي شوية أثناء الطباعة، ولازم طبعا تتحط على مكان ثابت عشان الاهتزازات بتكون كتير، وعشان كده لو هتطبع بارت طويل لازم تزود السبورت سنجل كلر، ودي اتحلت في الإصدار اللي بعد كده. ما فيهاش هيتنج تشامبر، وده لو موجود كان هيسهل حاجات كتير. عشان كده عايز اقول لك على تركايه في الحته دي، لو طبعنا ABS او ASA على السنتوري كاربون اعمل لها بري هيت قبل الطباعه وسيبها حوالي 10 دقائق وهي مقفوله، عشان نعلي درجه الحراره داخل البرينتر وما نفتحهاش غير لما تخلص طباعه البارت بتاعنا، كاننا بالظبط بنعمل صينيه كيك في الفرن. وفي النهايه حابين نعرف رايكم في الريفيو، وما تعملش لايك ولا كومنت ولا سبسكرايب، ولو تعرف حد يستفيد من المحتوى ده ما تبعتلوش، خليه لنفسك. لكن لو عندك سؤال او حابب نعمل ريفيو برينتر معينه فممكن تكتب لنا في الكومنتات، ولو عايزين تشوفوا مقارنه ما بين السنتوري كاربون وما بين البي 1 اس اكتبوا صينيه كيك في الكومنتات.